السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما وأحسن حال. أهلا وسهلا بكل في رابع الفيديو منورين قناة فرحة والهمم. لو أول مرة تشوفوا القناة عجبتكم متنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا إشعار بكل الفيديوهات الجديدة اللي أنا بنزلها. مش هنقول لكم جت فيديو اسمي على طول، لا هنقول لكم لا أنا بقيت تمام الحمد لله، عشان كل الناس اللي سألت عليا ودعيتهم انا بقيت احسن شويه الحمد لله يعني. بس مش انا جاهزه على طول. انا هقول فيديو تريد بقى بس بعد شويه. دلوقتي انا في كام حاجه كده عايزه اراجعها قبل ما اروح الامتحان. حاسه ان عندي عين ورمه بس مش عارفه احدد انهي واحده فيهم، بس غالبا دي. في كام حاجه الاول عايزه اراجعها قبل ما اروح الامتحان، عشان النهارده بصراحه عندي ماده مش يعني أصعب مادة في المواد اللي عندي كلها. يمكن المواد اللي فاتت دي كلها في حاجة المواد اللي فاتت دي كلها كانت لعب عيال بجد، لكن هنا بقى ونقول إن ده الأساس، عشان أنا بجد مش أنا لوحدي، كلنا مرعوبين. المادة مش سهلة مش سهلة مش سهلة. ويمكن كمان لو حد في تجارة شاف الفيديو ده هيعرف يعني ايه الضرايب. فدعواتكم ثم دعواتكم بجد، عشان والله احنا كلنا مرعوبين. الامتحان اوكي هيجي سهل وكل حاجة، بس برضه انا خايفة. في كام حاجة هرجعهم. المفروض ان انا صحيت بدري شوية، دلوقتي الساعة 6:30 ل5. انا صاحية من الساعة 6. فقت شوية كده وصليت وقعدت عشان اراجع. الساعة 7 أو 7 شوية هبقوم علشان ألبس. هقيس السكر عشان أشوف الدنيا فيها ايه، حاسة بوتس حاجة بسيطة وأكمل. فدعواتكم ومتنسوش تحطوا لايك وتكتبوا كومنت بقى من الكومنتات اللي بتفتح نفسي عن الحياة دي تحت. وفي فيديو شفته انا منزلاه، لو مشفتوش ادخلوا شوفوا الفيديو اللي هو قبل الاخير تقريبا. هو حلو قوي، في ناس كتير شافته قالت ان هو حلو، فانا شايفه ان هو حلو. ادخلوا شوفوا وقولوا لي رايكم في كومنت عليه وتعالوا عشان نقيس السكر. كنت بقول لكم ان انا حاسه بفطور، بس تقريبا المفروض ده من قله النوم، عشان انا طول الليل بجد صاحيه عماله افرك كده مش عارفه انام، مش عارفه ليه. بس احب اقول يعني ان السكر عالي بعد ما كان بقاله كام يوم نازل نازل نازل، دلوقتي عالي. ثواني اوريكم، 243. فبالتالي مش هاخد انسولين زيادة الصراحة. ممكن لما ارجع بقى من البيت او مش عارفة، قصدي او لما ارجع من الامتحان هبقى اكل وازود الانسولين تاني، بس انا مش عارفة. ممكن على ما اجي البس وافطر ابقى صاحي ماما. هلحق بقى كده بسرعة علشان دلوقتي الساعة 6:30، يعني معايا ساعة الا شوية الحق ارجع فيها. في اول ما اخلص هقولكوا تعالوا بقى عشان نلبس. بصوا يا جماعة، في النص ساعة دي انا انجزت شوية حلوين بصراحة، يعني شوية حلوين مش وحشين، بس المادة دي متربتش، مش حاسة تتلعب، مش معايا انا لوحدي بجد. انا بعد ما خلصت وقعدت اشتغلت الواتس لقيت البنات كلها سهرانة طول الليل. وغير هي مادة مش سهلة، هي مادة يعني لما كل حاجة في التجارة اصلا. فانا لحد ما عملت خريطة في السكتش يعني، والله حتى لو انكم هتفهموا حاجة من خطي، انا خطي مش وحش
بس لما بكتب بسرعة متوترة ما بقاش عارفة انا بكتب ايه، بس انا فاهمة خطي بعدين. لكن لو اقرأه بسرعة ومفيش مسطرة أو أي حاجة، لأن خلاص يبقى مسطرة ليه مسطرة ايدي موجودة يعني. ماشي. بصوا اللي هو ايه، أنا شطورة على فكرة يعني، أنا شطورة. ماشي. بس مش فاضي يوم كله، بس أنا قاعدة بذاكر في الصالة. هقوم عشان ألبس، عشان دلوقتي الساعة 7:10. ونسيت أطلع العيش من الفريزر، والله فاكرة من وأنا بتوضى بس نسيت. تعالوا بقى شوف شنطتي الحلوة كده محطوط فيها ايه. محطوط فيها قلمتي عشان مش هفتحها تاني، والنضارة استنى صح عشان ايه، دي اهم حاجة يعني. اهي في علبتها مطلعتهاش، هو المفروض ان انا البسها بس انا بلبسها هناك مش عارفة ليه. كل ما بوصل بلبسها. عموما هناخد الجهاز معانا احتياطي، وانا باخد سكتش والكتاب بعمل بيهم ايه معرفش، بس عشان اعرف اشيل الشنطة عشان بحط فيها مية سندوتشاتي فمش عارفة اشيلها فاضية كده. نسيت اقول لكم اهم حاجة في الموضوع ده كله، الآلة الحاسبة مع الفيديو اللي انا اصلا ممكن محتاجهاش، بس هي خلقات الملك ب1000 جنيه. اول يوم بقول لبسملة هاتيها عشان هي كانت شايلاها، قلتلي اعملي حسابك معاكي 1000 جنيه في الشنطة، معاكي 1000 جنيه في الشنطة. ف هنلم الدنيا دي كلها هقوم عشان ايه البس. يلا 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 عشان اقول لكم جيت ريدي ويز مي عشان خلاص الوقت بيجري كده. يلا بقى دخلنا الأوضة، فتعالوا جيت ريدي ويز مي عشان نلبس بسرعة عشان الساعة 7:15. وانا نايم ورايا شايفينها نايم ورايا. تعالوا بقى عشان نلبس ايه، نلبس بسرعة. واضح ان انا قصيرة على فكرة يعني لو واخدين بالكم. فتعالوا بقى النهاردة هنطقم حاجة على الطرحة مش على اللبس خالص. فتعالوا بصوا، شايفين الطرحة دي هي لونها افتح من كده تمام. انا ملبستش طرحة بالشكل ده قبل كده الصراحة يعني، فبالتالي انا هلبسها تمام. نلبس البلوزة البيضة الحلوة بنت الناس دي اللي بيبقى عليها كل حاجة فيها. بلوزة دي يبقى فيها البودي الابيض عشان البلوزة بتبقى شفافة شوية، هي ما بتبينش حاجة بس يعني ايه مش شفافة قوي طبعا. ثواني اهي، حتى انا لو دخلت ايدي جواها مفيش حاجة، بس لما بنطلع في النور كده. وهنلبس البنطلون الحلو ده اهو، ده شكله تمام كده. انا ملخبطه الدنيا كلها، هروح البس واحط تليفوني يشحن بقى لحد ما البس بسرعه بسرعه عشان مستعجلين النهارده والله قوي يعني. وكده اقدر اقول لكم ان انا خلاص جهزت، متغاضى عن الكتاب المفتوح ورايا يعني. انا كده خلاص لبست، حطيت بس الطرحه كده من الجنبين لورا يعني، حاساها كده احسن. وكمان بقى كتير ما لفتش اللفه دي ان هي تبقى اتنين لورا. خلاص خلصت كده. هعمل ايه؟ اقوم عشان افطر واخد العلاج واخلص يكون بصحي. دلوقتي الساعة 8:03 وانا بلبس من الساعة 7:15 يعني 7:15 يعني ماخدش وقت كبير، خلاص في وقت قياسي عن زمان كنت باخد وقت طويل في اللبس بجد. النهاردة عشان مستعجلة برضه يعني. هقوم افطر عشان بصراحة جعانة. ماشي. وهخلص لو مكانش بابا لسه صاحي او مكانش صاحي بسرعة بسرعة هنرغي شوية مع بعض. طب معايا اشرب شاي، فانا هقوم اعمل شاي مع السندوتشات اللي انا هاكلها. ويلا وصلت لحد هنا مش هحط لايك، شايفاكم حط لايك كده. انا خلاص خلصت. شفتنا الكشف ده ماشي. التوتر بدأ يشتغل، مش عارفة بس في توتر كبير. الجروبات عمالة تبعت والعيال يا بنات اهدوا شوية. بس
منكم ان شاء الله. وكفايه على توتر لحد كده. ولو ما حطيتوش لايك حط لايك للفيديو، استني بعد ما ارجع مش هقول لكم بخ والله، اسيبكم هنا كده كملي لما اجي اخد بالكم كده. انا خلاص خلصت الكاتشب ملا ماشي. التوتر بدأ يشتغل، مش عارفة بس في توتر كبير. الجروبات عمالة تبعت والعيال يا بنات اهدوا شوية بس خير ان شاء الله، مفيش اي قلق. لما ارجع اعمل منكم ان شاء الله. وكفايه على توتر لحد كده. ولو ما حطيتوش لايك حط لايك للفيديو، استني بعد ما ارجع مش هقول لكم بخ والله، اسيبكم هنا كده كملي لما اجي اخد بالكم. نقول بخ بعد ما جيت من الامتحان بس بهدوء يعني عشان ما تتخضوش ماشي. انا جيت دلوقتي الساعة 12 الا 10 دقايق. انا جايه بقالي شوية يعني كده بس كنت باخد نفسي ايه الاول. احب اقول ان الامتحان كان اتفه من التفاهة، او ان انا طلعت شطورة يعني، بس ايه ما كنتش واخدة بالي من نفسي كويس. فبجد والله امتحان مش عارفة اقول ايه. ان شاء الله مفيش ولا غلطة فيه باذن الله، لو فيها تبقى واحدة بس يعني يا بنتي اهدي، لو فيه هتبقى حاجة واحدة بس يعني اللي غلط، نقطة واحدة بس. خلصت بسرعة جدا 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 في درجة يعني. انا صحابي طالعين من اللجنة قالوا لي في واحدة تحل امتحان محاسبة في 5 دقايق وتقعد، انا قلت لهم 5 5 5 امي هتبخرني هتحسدوني. ف الحمد لله ربنا بيدي كل واحد على قد تعبه تمام. بعيدا عن اللي حصل النهارده في اللجنه يعني، وانا جايه بطلع دخان من الغيظ الصراحه. بس الحمد لله يعني عدى كده 5 يوم على خير. 6 يوم لخبطتيني، 6 عدى كده 6 يوم على خير الحمد لله. فاضل لي 5 الحد والاثنين والاربع والخميس والسبت، ونقول فركش. نقول فركش بقى، هنقول فركش كده، هنبقى فركش من جوانا بس من جوايا فركش، مش هتبقى قوي بس تبقى فركش حلوه برضه يعني. خلاص خلصنا بقى، هنتنقل لمرحله تانية في دراستنا. مش متخيله اصلا ان انا كبرت، مش متخيله الفكره دي، بس متخيله الفكره يعني كلها كام شهر وانا هبقى طالبه جامعيه. انتوا متخيلين معايا؟ لا ازاي انا مش عارفه العمر عدى كده امتى بسرعه. العمر عدى ما لحقتوش. لسه شايفه نفسي صغيره، ما لا مش مستوعبه الفكره اصلا. بس الحمد لله. بس انا مبسوطه رغم ان انا جايه متعصبه شويه، بس جايه مبسوطه قوي 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 ان الامتحان كان فوق من الروعه تمام الصراحه. وفي نقطه حابه والله اذكرها، واتمنى لو ان هو يقدر يشوف الفيديو ده مستر طارق. احب اشكره جدا 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 على كل هنزل الفيديو ده في الجروب بتاع دفعتنا عشان الكل يشوفه. اول مره هعملها بس هعملها يعني. احب اشكر بجد مستر طارق على كل حاجه قدمها لينا من اول ما دخلنا المدرسه. بجد مهما نتكلم، مش انا لوحدي، كلنا مهما نتكلم عن قد ايه هو تعب معانا
هو تعب معانا، كان بيتحمل ان كان بجد كان بيبقى فينا شوية غباء كده يعني، كان بيتحملهم. ما كانش مجرد مدرس لينا، ولا كنا احنا بالنسبة له مجرد طلاب، كان مثابة اب لينا. كان اللي هو والله بصوا حاجات كتير قوي كده كان بيقدمها لينا حلوة، على الاقل بالنسبة لي انا كفرحة. قدم لي حاجات كتير قوي قوي فرقت معايا كتير في حياتي. اول ما دخلت المدرسة انا ما كنتش عارفة حد فيها نهائي، كنا لسه في ايام كورونا. كنت بروح على المكتب بتاع المستر، كنت بروح المدرسة ولا بحضر، كنت بروح على المكتب عنده افضل قاعدة معاه لحد ما يجي ميعاد الدرس، واخد الدرس واخرج معاه واروح، وكذلك كده لحد ما عدى ترم كامل وانا ماليش علاقة باي حد. بدأ يتكلم معايا واحدة واحدة، وان اصاحب البنات عادي واتكلم والبنات كويسين، وعرفني على بنات دلوقتي بقوا اغلى حاجة عندي في حياتي اصلا، هم عارفين نفسهم يعني. والله ليه فضل كبير قوي لكل واحدة فينا هتدخل كلية، او لكل واحدة فينا هتجيب مجموع حلو وتكمل حياتها، يبقى بفضل ربنا ثم مستر طارق. بس يعني انا مش عارفة بجد ان انا اقول ايه تاني او في حقه اكتر من كده. بس ربنا يخلينا، عمرنا ما هننساه ابدا، وربنا يا رب يديه على قد نيته، على قد كل حاجة وكمان بيديها لنا. ومشكورة جدا، واحب اقول ان خلاص عشان انا رغاية ورغيت كتير وتعبت من الرغي. متنسوش تحطوا لايك للفيديو، اشوفكم على خير وفيديو جديد، ومع السلامة.